سلام الله عليكم. قبل ما نبداو الفيديو اشترك معنا في القناة باش يوصلوك الفيديوهات الجداد ويلا مرحبا بك. إذا جينا نحلو خريطة الملاحة الجوية المغربية والعالمية غادي نلقاو الآلاف من الطائرات تتحلق بشكل يومي تتنقل المسافرين والآلاف من الأطنان من السلع والبضائع والخدمات وغيرها من الأمور. طائرات اللي تتعتبر من أبرز المعجزات اللي وصل لهم البحث العلمي محتاجة صيانة وعناية مستمرة على مدار 24 ساعة. ومع ذلك الطائرات اللي تيبلغ العمر ديالها ما بين 20 و 30 سنة تتكون صافي عيات وتيتم إحالتها على التقاعد، حيث ميمكنش الاحتفاظ بهذه الطائرات في المجال الحضاري. ضروري ما يتم التخلص منها بأي شكل، ولهذا السبب غادي تبان أول مرة مقبرة الطائرات باش تستضفها ومن ثم تفكيكها والاستفادة من الأجزاء ديالها السليمة منها. هنا كنفكر المغرب مزيان باش يطرح الملف ديالو باش يستافد من هذه الفرصة لتفكيك الطائرات في البلاد ديالو على مساحة تفوق 54 هكتار بجانب المطار الدولي وجدة. وشنو هي هذه الحيثيات هذا المشروع والإضافات اللي غادي يقدمها لبلادنا؟ أيضا علاش اختاروا مدينة وجدة بالضبط وماشي مدينة أخرى؟ هذه الأسئلة والأسئلة أخرى غادي يتم الجواب عليها على قناتكم باكس بريس. بلا ما نطول عليكم يلا نبدا. كتكميلة للحلقات السابقة حول النظام الدفاعي الجديد واللي غادي يفصل بيننا وبين الجزائر من جهة الشرق، واللي غادي يعطينا عليه إشارات أكثر بأنه غادي يكون حائط أمني قوي لصالح عدة مشاريع عملاقة ومناطق حيوية. غادي تعرف المنطقة استراتيجيا بالنسبة للمغرب، وكيبقى أهم مناطق محتاجة الحماية هو مطار وجدة الدولي ومقبرة تفكيك الطائرات العملاقة واللي غادي تكون قريبة ليه. إذا المغرب غادي يلجأ إلى مجال تفكيك الطائرات وإعادة تدويرها، وهو الأمر المهم اللي طرقت ليه السنة الماضية. بعد عدة مصادر صحفية قالوا بأنه المغرب معتاكف على هذا القرار ديالو، وتنشوفوا المكتب الوطني للمطارات قابل هذا المشروع الضخم واللي غادي تكون خاصة بتفكيك الطائرات اللي تم التخلي عليها وتم إحالتها للتقاعد. فحسب نفس المصدر كيتوقعوا نهاية المشروع سنة 2024. إن مجال تفكيك الطائرات اللي هو مشروع كيكبر باستمرار على مستوى قطاع الطائرات والصناعات الجوية. سنويا يتم إنشاء عدد كبير من الطائرات والتخلي عليها، طائرات كثيرة من جهة أخرى. إذن فراه بحاجة ماسة لهذه المقابر المختصة بتفكيك الطائرات واللي غادي تجيب مكاسب خيالية للدولة المغربية، خصوصا من ناحية نقل الخبرة العلمية والربح المادي والصناعي مع إعادة تدوير قطاع الغيار. كاينه واحد القاعده عالميه تقول باش نعرفوا القيمه ديال اي مجال في العالم خاصنا نعرفوا نوعيه الدول اللي مقتحمه وتتشتغل فيه، وقطاع الطائرات اللي هو مقتحم ومحتكر من قبل كبار بلدان العالم كالولايات المتحده الامريكيه والاتحاد الاوروبي واسرائيل واستراليا، واللي كيستحوذوا على سوق كبيره في هذا القطاع الطائرات الدولي، حيث تلقاو اكبر مقبرات الطائرات كاينه في الولايات المتحده الامريكيه خصوصا في ولايه اريزونا. ومعظم الطائرات اللي فيها عسكريه وتتبلغ مساحة هذه المقبرة 1600 هكتار وتستقبل آلاف من الطائرات منها العسكرية والمدنية. المهم لما تشوف أن هذه الدول العظمى عندها اهتمام بهذه نوعية الطائرات ومحد هذه الدول احتضنت هذه المقابر وبدل إرسالها للعالم التالي، فهنا عزيزي تيبان أنها تخدم صناعة القطاع الطيران، حيث أفضل طريقة لتصنيع وتركيب أي حاجة في العالم كيف ما كانت هو تفكيكها. ومن بين الامور اللي خلات المغرب يقتحم هذا المجال، دابا اسمعوني مزيان، قبل كورونا والعديد من السنوات كانت بلدان كاسرائيل واستراليا واوروبا من اهم الدول اللي مقتحمه هذا المجال تفكيك الطائرات. ولما تكون تتفكك الطائرات تتسهل عليك نقل التكنولوجيا للمهندسين في كيفيه تركيبها وتصنيعها، وفي هذا الشيء غادي تنقص على الدوله تكلفه البحث العلمي اللي هو اساس التقدم التكنولوجي. وايضا تكون عندك جزء كبير من المخزون لقطاع الغيار، واليوم كاين واحد المجال اللي غادي يخليه حدث كبير، والكلام هنا على ازمه كورونا اللي خلات قطاع الطيران وخصوصا الطائرات المنخفضه الثمن كطائرات لونغوست تترتفع بشكل كبير. موقع استراتيجي قريب من اوروبا وبوابه على العالم الرابع، فهو من هنا تنشوفوا انه هو المكان المناسب لاستقبال هذه الطائرات. اما الموقع اللي غادي يكون فيه هو مدينه وجده وتحديدا مطارات انكاد فين غادي يحدث هذا المكان تفكيك الطائرات. أما المساحة المقررة لهذا المشروع فهي تقدر ب10 هكتار مع قابلية الازدياد اللي غادي توصل ل 54 هكتار. أما اختيار السبب المباشر لاختيار مدينة وجدة هو القرب ديالها من أوروبا، وثانيا القرب ديالها من المنطقة الصناعية لمدينة الناظور،
واللي غادي تكون بدورة مختصة في صناعة الطائرات. بجانب هذا الشيء غادي يكون فرض تعاقد مع فاعلين دوليين غادي يستقروا في هذه المنطقة، وبالحكم ديالهم والتمرس في هذا العمل غادي يكون الطرف الجالب للعقود والصفقات المهمة للدولة المغربية. وكإشارة بالنسبة للطائرات اللي تخلى عليها في هذا المكان، غادي يتم الاحتفاظ بها لمدة عامين على الأقل لتخزينها وتفكيكها، من بعد إتاحة هذه الأجزاء القابلة للعمل باش يتم تفكيكها وإعادة بيعها. فمثلا المحركات اللي توصل الثمن ديالها $1,000,000 وكذلك بعض الأجزاء. هنا غادي نكونوا سالينا الحلقة ديالنا. الحلقة المقبلة غادي نتكلموا لكم على مشروع أكبر وضخم غادي يكون في المنطقة الشرقية للمغرب واللي حتى هو مهم. خلوا لنا التعاليق ديالكم والأفكار ديالكم، والسلام عليكم.